بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من ملعب محمود. النهاردة الفوز الثالث على التوالي للجهاز بتاع عماد النحاس. فوز كبير جدا على النادي المصري. النادي المصري ترتيبه متقدم جدا في ترتيب الدوري هذا العام، وفي نفس الوقت كمان ما اتغلبش لا من بيراميدز ولا من الزمالك. يعني النادي المصري نتائجه كويسة جدا. كانت مع علي ماهر، أقيل علي ماهر وجه بعد كده أنيس بوجلبان، النجم التونسي اللي كان بيلعب في الأهلي قبل كده، بيدرب دلوقتي النادي المصري وبرضه عامل معاه نتائج كويسة جدا. فمعنى كده إن النادي المصري نادي قوي جدا، نادي فيه لعيبة على مستوى عالي، فيه 3 4 لعيبة من نجوم النادي الأهلي السابقين، منهم صلاح محسن اللي جاب الهدف النهارده، الهدف الأولاني المصري. معنى كده إن النادي المصري مش نادي هين، مش نادي بسيط، مش نادي ضعيف. النادي الاهلي النهارده قدر ان هو يفوز عليه 4-2، والحمد لله احرز ال3 نقط. وان شاء الله قدامنا لسه كمان 4 مباريات ان شاء الله ب 12 نقطه باذن الله النادي الاهلي يحصل عليهم باذن الله، ونحاول بقى ننافس او نقرب المسافه بيننا وبين بيراميدز. هو في يعني نقطة واحدة بيننا وبين بيراميدز إن شاء الله. في المباريات الجاية بيراميدز هيتقابل لسه الزمالك، هيقابل فاركو، هيقابل البنك الأهلي، فلسه قدامه برضو مرحلة. ربنا يسهل ويحصل فيه أي تعثر لنادي بيراميدز والنادي الأهلي يلحقوا، وإن شاء الله يفوز بالدوري بإذن الله. النهاردة عماد النحاس بدأ بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني باك يمين وباك شمال كوكا، في الوسط ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، خط الوسط مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، في الهجوم محمد طاهر في اليمين، وبن شرقي في الشمال، وسام أبو علي راس حربة. تشكيل متوازن جدا، تشكيل دوت يمكن أحسن تشكيل ممكن يلعب بيه في من لعيبة النادي الأهلي. دولة اللاعيبة نشطة جدا، اللي عاملين موسم رائع لغاية دلوقتي. لو كان في خط الظهر أو خط الوسط أو خط الهجوم، عندنا التشكيل دوت تشكيل كان مناسب قوي لبداية المباراة. لكن البداية كانت غير طيبة وغير مبشرة، يعني لأن في أول دقيقة، في أول 40 ثانية، كورة من صلاح محسن جت في القائم الأيمن الشناوي. كان ممكن النادي المصري يحرز هدف في أول دقيقة، في أول ثواني من الشوط الأولاني، وكانت كرة خطيرة جدا. لكن سبحان الله ربنا وقف معانا ووقف القائم في طريق الكرة بتاع صلاح محسن. وبعد كده جت كرة لإيبوكا، وبعد كده في الدقيقة 6 جت كرة تاني لصلاح محسن أحرز منها الهدف الأولاني. معنى كده إن في خطأ متكرر 3 مرات في حوالي 5 دقايق. عماد النحاس ما كانش واخد باله منه. عندنا ياسر إبراهيم النهارده كان مستواه ضعيف جدا. رامي ربيعة أصيب وطلع تقريبا. رامي ربيعة كان مصاب من قبل كده، لأن كان طلع مصاب في المباراة اللي فاتت، لكن لعب المباراة دي تقريبا كان لسه الإصابة مأثرة عليه، مفيش ربع ساعة وأصيب وطلع، ونزل مكانه مصطفى العش. طب إيه المشكلة لو كنا لعبنا مصطفى العش من الأول بدل التغيير والتبديل في أول ربع ساعة؟ ودي بتضعف من قوة النادي الأهلي، وبتضعف من قوة العزيمة عند بعض اللعيبة، لأن يبقى نازل على أساس إن هو يكمل، بنفاجأ إن هو أصيب وطلع. فيعني كان أول 5 6 دقايق كده مفهومش تركيز، والنادي المصري أحرز الهدف الأولاني. زي ما قلت لحضراتكم في أول ثواني كان ممكن النادي المصري يحرز برضو هدف. في الدقيقة 15 زي ما قلت لحضراتكم العش نزل مكان رامي ربيعة للإصابة. رامي ربيعة بعد 10 دقايق شكى من الإصابة وطلع. في الدقيقة 19 بقى النادي الأهلي من أول الدقيقة 19 يعني فاتت تلت ساعة. التلت ساعة ديت يا إما ضغط من المصري يا إما لعبه متوازن. من أول الدقيقة 19 النادي الأهلي بدأ يضغط، بدأ يروح للجون، بدأ إن هو يهدد مرمى النادي المصري. في الدقيقة 25 شوطة من إمام عاشور صحصحت الناس كده، طلعت فوق العارضة، كانت شوطة بعيدة المدى يعني، طلعت فوق العارضة. في الدقيقة 29 مشوار من بن شرقي من ناحية الشمال. خد بن شرقي يا جماعه طبعا راجل حريف جدا، راجل مهاري جدا جدا، خفيف زي ما بقول لحضراتكم، عامل زي لاعب الباليه كده، بيجري على طراطيف صوابعه. راجل يعني بصراحه لعبه شيك قوي ومنظره حلو، حتى وهو بيستلم الكوره وبيسلم الكوره، حاجه كده تحس ان هو لاعب اجنبي، لاعب بيلعب في انديه عالميه، لاعب محترم جدا بصراحه. خد من ناحيه الشمال الكوره ورقص كل اللي قبله وشاط في الحارس، لكن
محمود جاد الحارس المصري صدها. في الدقيقة 33 تسديدة من وسام طلعت فوق العارضة. في الدقيقة 35 بقى الكرة من محمد هاني اداها من الناحية اليمين، اداها لوسام، وسام دخل في منطقة الجزاء وجنح ناحية اليمين. الباك اللي ماسكه اطمن ان هو خلاص بعد عن الجون، ولكن كان وسام ليه وجهة نظر تانية، عرض الكرة بس لورا في المكان الفاضي عند نقطة منطقة الجزاء، قابلها إمام عاشور على طول ببطن رجله على يمين محمود جاد، محرزا الهدف الأول وهدف التعادل اللي خلانا نشم نفسنا بقى ونعرف إن إحنا ممكن يعني نعرف نعوض ونعرف نفوز. ده في الدقيقة 35. بعدها بقى في كرة جت خطيرة قوي برضو، كانت ممكن نحرز الهدف الثاني بعد الهدف الأولاني على طول، لكن الكرة طلعت بره. في الدقيقة 42 من بن شرقي لهاني، هاني عملها عرضية قطرية كده، وسام دخل فيها بدماغه، ولا أجمل ولا أحلى، محرزا الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 42. لكن كان الفار ليه رأي آخر واستدعى أحمد الغندور الحكم بتاع المباراة وورى له اللعبة. بصراحة يا جماعة الكرة هدف بنسبة 100%، هدف ب1000000%. لاعب المصري هو اللي لعب الكرة، بن شرقي كان متسلل، ولكن الكرة جايه له من الخصم. الكرة لما بتيجي من الخصم بتبقى بتبطل التسلل. كرة جاية واللاعب بتاع المصري لعبها بارتياحية جدا، لعبها بوش رجله ورا، جت للاعب النادي الاهلي، النادي الاهلي خدها وانفرد وجت في دماغه وجابها هدف. يعني الكرة هدف صحيح، ما فيهوش مشكله ابدا. لكن احمد الغندور طبعا احنا عارفينه ان هو حكم متحيز جدا للزمالك ومتحيز جدا ضد الاهلي، ودايما ليه مواقف ضد النادي الاهلي. يعني انا ساعه ما راح الفار انا قلت اكيد هيلغي الهدف، هو هدف بنسبه 1000000%. لكن وش احمد الغندور وهو رايح، طبعا لما الاهلي بيجي هدف الدنيا بتسود في وشه وبيروح يعني شكله كده عايز يلغي وخلاص. رجع طبعا لغى الهدف في وسط استغراب من الجميع. الهدف هدف صحيح وما فيهوش اي مشكله ولا في اي داعي للتسلل. ده جايبين الكره قبل الكره ما تتلعب او قبل الهدف بيجي ب 30 ثانيه، بنص دقيقه. يعني لما النادي الاهلي بيجيب جون بيقعدوا يفصصوا في اللعبه قبلها بساعه، يعني قبل اللاعب ما يطلع من بيته يقعدوا يشوفوا هو كان فين وراح فين وجه منين وعمل ازاي. دي اي جون بقى يجي على الاهلي على طول في ساعتها بيتحسب، لا فار ولا بتاع، الدنيا بتمشي على طول. لكن دايما اهداف الاهلي بيقعدوا يفصصوا فيها ويفلوا فيها، مش عارف بيعملوا ليه كده. المهم اتلغى الهدف في الدقيقه 42. لكن ربك سبحان الله، ربنا دايما يا جماعه بيعوض، وربنا دايما بيكرم اللاعب المظلوم او الفرق المظلومه. على طول بعديها على طول الكوره جت عرضيه، كوكا لعبها لبن شرقي وبن شرقي عرضها، سبحان الله بيدخل فيها، بيشوطها محمود جاد، بيحط ايده فيها بتنزل تحت ايده، بتلاقي طاهر محمد طاهر على طول بيخش فيها محرزا برضو الهدف الثاني. سبحان الله، وكأن ربنا بيعوض النادي الاهلي عن الهدف الظلم الملغي، هدف صحيح بنسبة 1000000%. سبحان الله، ربنا بيعوضه في نفس الدقيقة وبيطلع النادي الاهلي فايز في الشوط الاولاني 2-1. وده فعلا يعني كان ليه فعل السحر، ان النادي الاهلي هيعرف بقى ايه، يبقى يبني على ما بنى عليه في الشوط الاولاني. لو كنا طلعنا متعادلين كان بيبقى فيه طبعا اثر سلبي. يبقى اللي احرز الهدف الاولاني امام عاشور، واللي احرز الهدف الثاني طاهر محمد طاهر، وانتهى الشوط الاولاني بفوز النادي الاهلي 2-1. دخلنا بقى في الشوط الثاني. الشوط الثاني في الدقيقه 50 شوطه من السوليه، كانت شوطه جميله جدا فوق العارضه. في الدقيقه 58 ضربه حره مباشره، وسام ابو علي يا جماعه حريف يا جماعه. وسام ابو علي يعني بقاله فتره ما بيعرفش يحرز اهداف او كان سيء الحظ، لكن النهارده بصراحه هو حريف. الكور اللي هي خارج ال 18 دي سبحان الله بيحطها كأنها بلانتي، حاطط كرة جميلة قوي على يمين محمود جاد حارس المصري، محرزا الهدف الثالث في الدقيقة 58، وهدف الاطمئنان وهدف التعزيز. احنا كنا دايما ايام كولر بنفرح قوي ان احنا نجيب هدف ونقفل على كده اكننا خلاص، ونيجي في اخر المباراة والفرقة الثانية تجيب هدف ونتعادل. كان من نتيجة كده ان احنا خرجنا من كاس افريقيا برضو بنفس النتيجة 1-1. لكن عماد النحاس او
الجهاز المعاون والجهاز الفني بتاع النادي الاهلي اللي ماسك النادي الاهلي دلوقتي بيحاول ان هو يحرز بدل الهدف 2 و3 على اساس ان احنا نبقى مطمنين. وفعلا النادي المصري احرز هدفين النهارده، يعني احنا لو ما كناش سبقنا بالاربع اهداف دول كنا هنبقى في وقت او في وضع خطير جدا. في الدقيقه 64 اكرم نزل مكان عمرو السولية. واحنا هنا يا جماعه هنا النادي الاهلي، النادي العريق، النادي الجميل، النادي اللي بيلعب احتراف. اكرم توفيق مش مع النادي الاهلي الموسم الجاي، ما عملناش بقى مشكله وهددناه وضربناه وطردناه وقلنا له مش هتيجي تاني النادي زي ما حصل في زيزو في الزمالك وعاملين قضايا ومشاكل وبتاع. لا، النادي الاهلي نادي احترافي، نادي بسيط جدا، نادي بيلعب ذو اخلاق، ذو قيم، ذو مبادئ، راجل نادي بيلعب على اساس احترافي. اكرم توفيق راجل هيمشي وخلاص، بنهايه الموسم بنهايه الدوري العام خلاص مش هيبقى على ذمه النادي الاهلي، ورغم كده بيلعب وبيشترك ومعزز مكرم وقاعد على الدكه مع زمايله ومفيش اي مشكله. ده يا جماعه الفرق بين النادي الاهلي وبين اي حد في الدنيا. النادي الاهلي ده حاجه كبيره قوي وقيمه كبيره قوي، الناس مش مديالها قيمتها ومش مدياله وضعه. بعض الصحفيين وبعض الناس اللي هي عماله بتهرتل وخلاص بالكلام دول، لا، النادي الاهلي في حته تانية خالص. اكرم توفيق نزل مكان السولية في الدقيقه 64. في الدقيقه 70 فرصه كانت كويسه جدا جدا للنادي الاهلي، لكن تعدي، كانت كره من بن شرقي بيصدها محمود جاد، بترجع لوسام، بس كان وسام متسلل. كانت فرصه كبيره جدا كان ممكن النادي الاهلي يحرز منها الهدف الرابع. في الدقيقه 73 عرضيه خطيره من امام ما كانش حد استغلها وعدت. في دقيقه 75 من بن شرقي لطاهر، خدها على الطاير بس طلعت منه بره. في الدقيقه 76 ضربه جزاء للاهلي، امام عاشور دخل منطقه الجزاء، رقص لاعبه الثاني قام حاشش رجليه من تحت، قام وقعه. ده كان بينه وبين احمد الغندور 3 ياردة بالظبط، فشايف اللعبه ومعاين اللعبه وما كانش ليه اي حاجه ان هو ما يحسبهاش وحسب ضربه الجزاء. في الدقيقه 76 اتنفذت في الدقيقه 80 واحرز منها امام عاشور الهدف الثاني ليه، وانفرد بقائمه هدافي الدوري العام ب 11 هدف بفرق هدف عن ناصر منسي لاعب الزمالك. وبالمناسبه الهدف ده الهدف ال 400 في الدوري هذا العام، قفل بيه 400 هدف كأهداف أحرزت في الدوري العام السنة دي، وفي نفس الوقت الهدف الثاني ليه للمباراة والهدف ال 11، وبقى هو هداف الدوري إلى الآن ب 11 هدف. جينا بقى في الدقيقة 80 برضو جريدي شار وقفشه والشحات نزل مكان بن شرقي ووسام وطاهر محمد طاهر، تغيير ثلاثي من اول بقى الدقيقة 80 واحنا طالعين. رجعنا بقى لعهد كولر، خايفين ومتراجعين وخايفين ان يجي فينا هدف وخايفين ان يحصل مش عارف ايه، وفعلا جه فينا الهدف الثاني. وفي 2 لعبتين خطار جدا كان ممكن لو حرزوا كانوا ممكن النادي المصري يوصل للتعادل. اخر 10 دقايق رجعنا لعهد كولر، حسيت بقى ان كولر اللي قاعد مش عماد سليمان، مش عماد النحاس. في الدقيقه 82 هدف للمصري زي ما قلت لحضراتكم، احرز الهدف الثاني في الدقيقه 82 اللاعب التونسي، برضو كرة عرضية داخل منطقة الجزاء برضو بالراس. نفس الحكاية بتاعت الهدف الأولاني اتكررت في الهدف الثاني، وكأن مفيش درس مستفاد. النهاردة كان زي ما بقول لحضراتكم ياسر إبراهيم ما كانش ليه أي تواجد النهاردة في منطقة جزاء النادي الأهلي. وطبعا رامي طلع، رامي شوية يعني حافظ مركزه، لكن ياسر إبراهيم يعني ما كانش النهاردة في المستوى. في الدقيقة 86 تسديدة خطيرة بتصدها الشناوي، كانت زي ما قلت لحضراتكم في كورتين جم بشكل خطير جدا على النادي الاهلي في الدقيقه 86 في الدقيقه 87 كان ممكن يحرزها هدفين. يعني كريم بامبو في الدقيقه 86 وفي الدقيقه 87 كره برده خطيره بيصدها الشناوي من داخل منطقه الجزاء، كورتين من داخل منطقه الجزاء كانوا بيشكلوا خطوره جامده جدا. في الدقيقه 95 بقى الشحات جه من اليمين كده، الكره جات له كان ممكن يحرز منها الهدف الخامس زي الهدف اللي احرزه في اخر مباراه بتاعه الحرس اللي فاتت، لكن الشحات يعني تباطأ شويه وراحت منه.
لتنتهي المباراة 4-2 والنادي الأهلي يفوز ب3 نقط. وده أهم حاجة في الوقت الحالي، إن احنا نفوز بالنقاط، إن احنا في مرحلة تجميع النقاط عشان ما تروحش مننا أي نقطة. أي نقطة معناها إن الدوري بيبعد عننا، لكن كده احنا كابسين ورا بيراميدز على طول. بيراميدز إن شاء الله هيلعب بكرة مع البنك الأهلي، والزمالك هيلعب مع سيراميكا. هيبقى ماتشين صعبين جدا وقوي جدا. مستنيين نتيجة بيراميدز مع النادي الأهلي مع البنك الأهلي، وإن شاء الله يحصل تعثر لبيراميدز والنادي الاهلي ينفرد بالقائمه بتصدره القائمه، لان دلوقتي هو فارق عن بيراميدز بهدفين قبل بيراميدز ما يلعب المباراه بتاعته بتاع بكره. نتمنى ان عماد النحاس يمشي على طريقه الهجوم، طريقه الضغط الهجومي. عندنا بصراحه يا جماعه لعيبه على مستوى عالي جدا، رفيع جدا جدا، وناس سبحان الله. يعني احنا عندنا بن شرقي وامام عاشور مهاريين بشكل مش معقول، حاجه يعني مفيش فرقه فيها اتنين قوي قوي كده، وعندهم المهاره ديت بصراحه، اتنين يوزنوا اي فرقه. فاحنا عايزين ان احنا نستغل دوت في الهجوم، نستغل ده في احراز الاهداف، عشان ما نقعدش نركن لهدف وبعد كده يجي هدف تعادل يبقى احنا ضيعنا نقاط المباراه مننا. ان شاء الله ال3 مباريات الجايين النادي الاهلي يفوز بيهم ونحرز النقاط بتاعتهم، على اساس ان احنا نبقى دايما ضاغطين على بيراميدز. بيراميدز دلوقتي خلاص الضغط دوت، لعيبته ما عندهاش خبره، بداوا يتعصبوا، بداوا يطلعوا عن يعني تركيزهم. وان شاء الله ان الاهلي يحصل ويسبق باذن الله ونكسب الدوري، لان هو ده البطوله الوحيده اللي قدامنا هذا العام. ان شاء الله دايما النادي الاهلي في انتصارات، ودايما مفرحين جمهورنا ومفرحين الناس اللي بيحبونا، وان شاء الله نشوفكم دايما على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.